مين اللي قال ان الجواز مؤلم، فبيرجعوا يقولوا نو بروبلم. مين يمسح الدمع عني الا اخويا وشقيقي. مين اللي هيداوي جرحي، مين اللي هيبل ريقي. يا نهار ابيض. فهل تحب لك حق الفيتو لو عايز خلينا 4 أشخاص يختاروا أكتر 6 مسلسلات بيحبوهم اتعرضوا على مدار سنين رمضان اللي فاتت. قعدنا معاهم وخليناهم يقيموا المسلسلات دي علشان يختاروا المسلسل الأقرب لقلبهم في الآخر، وكمان يدافعوا عنه عشان يكسب يبقى هو المسلسل الأفضل فيهم كلهم. رامز ايه الاخبار؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ كله تمام. النهارده هنلعب لعبه مع بعض، هنتكلم عن 6 مسلسلات انت مختارهم، 3 قبل 2010 و3 بعد 2010. هنسأل أسئلة في 3 محاور رئيسية، وهناخد رأيك فيهم، وهنقيم كل محور على حدة، وفي الآخر هنشوف إيه أكتر مسلسل قريب لقلبك، وهو ده اللي هتكمل فيه بقية الحلقات. كلهم قريبين. هنشوف دلوقتي. ماشي، يلا بينا، اسحب الورقة اللي تحبها. جاب لي ورق صغير. حكاية زوج معاصر. أهو. أشرف عبد الباقي متعود يغني تترات مسلسلاته، حبيت التتر ولا لا؟ ده أول اختيار معانا، مسلسل حكايات زوج معاصر. أنا بحبه قوي. تعرف ان ده المسلسل الوحيد اللي مؤخرا بعيده كتير، يعني مش انت بس، مش عارف ليه، يعني قطاع جماهيري كبير جدا مرتبط بالمسلسل وبيعيد الفرجة عليه وبيطلع كل يوم، بيطلع منه ميمز وبيطلع منه فظيع إفيهات فظيع. انا مش فاهم ايه سر التركيبه، بس يعني المسلسل ده في تاريخ اشرف لوحده، استاذ اشرف عبد الباقي طبعا، يعني بجد بجد يعني يكفي. في برضو عمل من غير ميعاد، تمام. وبالمناسبه بتاعت التتر، هو اشرف بيغني مسلسلاته او تترات المسلسلات، ودي حاجه بتبقى لطيفه. يعني كاتب التتر ده كان ايمن بهجت قمر، مظبوط. مشاكل ده كان في التتر النهايه، مظبوط. اوكي. لكن كان في جمله كده ميم في البدايه، اللي هو مين اللي قال ان الجواز مؤلم، فبيرجعوا يقولوا نو بروبلم. ايمن بهجت قمر لما كان بيحب يهاجم. يعني لا بجد، هو تتر جميل. لا انا بحب زوج معاصر جدا. حبيت التتر ولا لا؟ حبيته جدا. وبس. تديله كام من 10؟ اديله كام من 10؟ انتوا بتسحبوني لحته تقييمات وترقيمات وانا مش عارف بس يعني. دايما فكر ان في تترات احلى، يعني ما اللي جاي صعب عنه بالظبط. طيب يعني احسبها على الله، بس هديله 7. تمام، يعني شغال. ماشي. اللي بعده مع اني بحبه جدا، بس انتوا بتحطوني في زون صعبه. معلش، ماشي. اوكي، لازم نلتزم بتعليمات البرنامج. ماشي يا عم. تفتكر مين اللي غنى تتر سوق العصر؟ ايه. يا دنيا لما تضني عليا ولا تضيقي، مين يمسح الدمع عني الا اخويا وشقيقي. ما بقيناش نسمع الكلام ده دلوقتي في اغاني المسلسلات اللي بتتقدم. يعني فعلا لو في حد هيرجع يقول يا دنيا لما تضني عليا ولا تضيقي، مستحيل. مين يمسح الدمع عني الا اخويا وشقيقي. مين اللي هيداوي جرحي، مين اللي هيبل ريقي، مين اللي في الشده يبقى ظهري واخويا وصديقي. تفتكر يعني التتر ده عايش؟ التتر ده ما اعرفش مين يعرفه ولا لا، بس هو كان بيغنيه مغني اسمه او مطرب اسمه عاصم فوزي. هو غنى تترين غالبا. يعني انا مش يعني غنى ده، وغنى تتر مسلسل العداله وجوه كثيره بتاع يحيى الفخراني، لو فاكرينه، لو ما يهمناش اسمك. تتر حلو قوي برضه جميل فعلا. وما اعرفش ياسر عبد الرحمن برضه ولا لا، بس فيش الكلام ده. يعني حتى الشاعر اللي كاتب الاغاني بتاعت المسلسل ده، هو يعني عاده ان سيد حجاب هو اللي بيكتب الحاجات دي بالظبط. بس ده واحد اسمه عزت عبد الوهاب. مظبوط. يعني
لا فظيع، التتر ده فظيع، وده بالنسبه لي. طب احنا لو فصلنا بين حبك الشخصي للتتر، بس التتر نفسه هل هو اثر مع الناس، او هل التتر عبر فعلا عن طب صدقني المسلسل انا ورسالته؟ لما بسال حد يعرف سوق العصر بيفتكر التتر. اوكي. يعني بحس ان بحس ان لا معلم، يعني معلم ومسمى. وهو انا كان في حاله كده غريبه. بص سوق العصر ده لسه هنتكلم عليه بالتفاصيل. طب تدي التتر بس بتاع سوق العصر اللي انت بتحبه قوي ده كام من 10؟ آه... خليني افكر انا عندي تترات ايه تاني. لا تخيل يعني ما تحاولش تفكر في الباقي عشان ما يعني تظلموش. الموضوع صعب، بديله 10. 10 من 10. اوه يعني ماشي. ده حاجه كده ساكنه مع الشاشه. يلا خش في اللي بعده. تمام. دي اخترت حكايات زوج معاصر، وازاي بتقيم نجاح المسلسل ده، وشايف ازاي قدر يأثر مع الناس ويبقى قابل لإعادة المشاهدة. حلو، احنا هنا بنتكلم عن النجاح الجماهيري يس. بعيدا عن جودة المسلسل او فكرته او تنفيذه. ايه اللي حصل مع المسلسل ده مع الناس، العلاقة بين المسلسل وبين الناس اللي مستمرة لغاية النهاردة بعد ما فات تقريبا 20 سنة على المسلسل، تفسرها بايه؟ هفسر ان هو مسلسل قابل لإعادة المشاهدة باستمرار بطريقة غريبة زي ما كنا بنقول من شوية. آه، حلقات منفصلة متصلة، كل الحلقات آم، يعني فيها افكار وفيها كاركترز وفيها ضحك وفيها شغل من اشرف عبد الباقي. حتى كان اختيار روجينا وبسمه جميل. كان جميل وموفق جدا. وتقسيم الحلقات عليهم، يعني بحس ان هم كانوا بيحاولوا محطوطين يشوفوا صح. مين اللي هيفت في الدور ده اكتر. رغم ان هو في الحقيقة ممكن ما يكونش كده. مش عارف يعني يعني بسمة ما كانتش يعني حتى الفيرجن الاخيره من بسمة مختلفه عن الفيرجن اللي احنا كنا بنشوفها زمان، بس كانت صغيره برضو. مظبوط. روجينا برضو الفيرجن الاخيره مختلفه عن الفيرجن اللي احنا كنا بنشوفها. والاثنين ما كانوش يعني ابطال بالمعنى الحرفي للبطولة. دي حقيقه، بس كانوا يعني بسمة يمكن كده، بس روجينا بادئه من قبل، يعني من زمان. اكيد. فروجينا يعتبر كانت في وضع اشرف شويه، يعني كانوا الاثنين قريبين من بعض. بسمة هي اللي كانت ابعد شويه او اصغر شويه. او بس لو انت هتقيم النجاح الجماهيري، بشوفه ان هو يعني كبير جدا. وبشوف ان يعني السبب في ده في رايي، تمام، ودي يعني علامه كده تتحط كده. شيرين عادل مخرجه المسلسل. اكيد. شيرين عادل مخرجه دي كان تقريبا ده كان اول مسلسل ليها او من البدايات. هي اشتغلت مخرج منفذ ومساعد مخرج كتير في حاجات شقيت في الشغلانه جدا، ولسه بتشتغل لحد دلوقتي واللي بيشتغلوا معاها بيثقوا فيها جدا. يعني محمد امام بيثق يعني ثقه عمياء. استاذه شيرين عادل ثقه عمياء. كل مسلسلاته معاها استاذ سعد يونس نفس الكلام. اشتغل مع شيرين عادل كتير. وهي يعني كفايه هي حاطه رجلها في الدراما المصريه. لا وحاجات مؤثره يعني كفايه الريان، كفايه يعني الايقونات بتاعه خالد صالح اللي هي كانت برضو شعبيه بس في نفس الوقت جميله وفيها يعني حس كده حنين. سلطان الغرام ده مسلسل جميل، وبعد الفراق مع هند صبري. فكل ده وحتى دلوقتي مسلسلات مع محمد امام بتنجح جدا جماهيريا. هوجن نجح جدا، يعني انا الوحيد يمكن اللي شفته شويه كان هوجن بس، واللي بعد كده نجح جدا بدليل ان هم يعني مكررين التجربه. بس لا هو بص يعني خليني اقول عنوان كده، وده في رايي انا بقول ان شيرين عادل مخرجه بتصنع من الفسيخ شربات. يعني هي عندها قدره ان هي تاخد حاجه يعني مش عارف، مش قادر اقول يعني شكلها عامل ازاي، بس هي بتنجح، بتقدر تحقق نجاح. وعندها برضو مسلسل سارة. يا سلام. فلا هي مخرجه فعلا سايبه بصمه في الدراما كبيره يعني. لا يعني شيرين عادل مخرجه معاها يعني فعلا مسلسلات خالد صالح بعد الفراق وتاجر السعاده كمان، يعني لو هتسال والريان والعار كمان. العار على فكره العار مسلسل رغم نجح ان هو نجاح صح، رغم ان هو تهاجم ورغم ان هو يعني صعب عشان خاطر متاخد من الفيلم وانتقد وقتها، بس لا المسلسل ده نجح. يعني المسلسل ده يمكن ده الوحيد اللي البطنيه ما نجحش.
زي مظبوط العار. يعني مظبوط العار نجح وكان الكاست كان فعلا كويس والحكايه نفسها كانت محكيه بشكل كويس جدا. ف... فلا يعني شيرين عادل من اهم مخرجات الدراما، واعمال كتير متتاليه وما بتقفش، فدي حاجه تحسب لها. فسبب من ضمن حبي لحكايات زوج معاصر هو تقديري لشيرين عادل نفسها. طيب بالنسبه للنجاح الجماهيري تقيمه ازاي في حالتنا في مسلسل حكايه زوج معاصر؟ آم، يعني مش هابالغ جدا، تمام، بس انا شايفه ان هو ناجح وسط فئات كتير وبيتشاف جدا وميمز وتفاصيل، فهديله 9. تمام حلو جدا. خش على اللي بعده. اوكي. متعفي اه اه خلي بالك من زيزي. مم. مين اللي غنى تتر خلي بالك من زيزي؟ انا بسحب تترات بس. معلش خلينا نخلص من البند كله وبعد كده عندنا اسئله ثانيه كتير. اوكي. قيم التتر وهل كان معبر عن المسلسل؟ هو كان تتر خفيف لطيف، ما عنديش كلام كتير اقدر اقوله عليه. شارموفرز اللي كانوا بيغنوه مظبوط كان بيوصل يعني الفكره او التيمه بتاعت المسلسل. فلو هقيم يعني ممكن اقول 6 مثلا. تمام كان معبر يعني، بس مش اكتر من كده. تمام جدا. خلي بالك من زيزي كان فيه عناصر كتير مميزة. قيم العمل ككل، تمثيل والحكاية اللي قدمتها مريم نعوم، مع العلم ان ده كان تاني عمل دراما لكريم الشناوي بعد قويل. كان دراما اجتماعية أسرية وفاجئ بيه كل الناس. اتكلمنا شويه بقى عن خلي بالك من زيزي كجوده العمل نفسه. قد ايه المسلسل ده مهم جدا في التاريخ الحديث للدراما المصريه، وقد ايه انت بتحب المسلسل ده لدرجه ان انت تختاره ما بين افضل 3 مسلسلات من 2010 لغايه دلوقتي. عشان خلي بالك من زيزي مسلسل يعني انا بقيت بتشد عموما في الاونه الاخيره لمسلسلات شويه اللي هي بتتكلم عن الاسره، بتتكلم عن العلاقات العاديه، بتتكلم عن المشاكل اللي بتحصل، اللي هو بيبقى فيها نوع من انواع الصدق شويه في الكلام او في التناول شبهنا. فخلي بالك من زيزي يعني يعني جه آه، يعني كان بالنسبه لي مبهر. كان بالنسبه لي حاجه كده يعني فيها تفاصيل بسيطه، هم نوروها بشكل رائع. امينه خليل كانت فتت جدا 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 في زيزي. يعني يمكن انا بالنسبه لي هو افضل اداء ليها على الاطلاق في مشوارها. انا ما حسيتش اللحظه ان ان هي مش زيزي، بكل تفاصيلها بجنانها بالتحولات اللي عندها. ف فلأ، يعني أمينة كانت رائعة. بعد كده ممكن نتكلم، ممكن نفكّر، هي عملت حاجات كتير حلوة ومع كريم الشناوي، بس يعني باشوف إن زيزي كان الأمثل ليها وهتقعد كتير عليه. يعني هي آآ وصلت لأحسن أداء ممكن توصل له. كل الcast كان رائع. علي قاسم كان جميل. كان شخصية هشام اللي كان عنده شوية من نوع قلة الثقة في نفسه، كان اللي هو يعني حد كان متقيد، حد عايز يخرج برّه القيود اللي عليه، يعبّر عن نفسه بطريقة مختلفة. حتى لمّا يعني لمّا اختار إن هو اتجوّز زيزي اللي هي مختلفة عنه تمامًا، حد بعيد تمامًا عن شخصيته، وهو نِفْسه يخرج آآ برّه سيطرة أخوه شوية، تمام، أو برّه الشخص اللي هو قافل على نَفْسه. ف ارتبط بواحدة عكسه تمامًا، ارتبط بواحدة extreme. فضل يستحمل، 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 يستحمل لحد ما قدرش يعني إن هو ي يتحمّل اللي بيحصل منها بقى. خلاص يعني هو قال لها جملة واضحة: حُبّي ليكِ ما قدرش ي ي ي يعدّي تعبي منِّك، يعني أو من اللي هي بتعمله.
حتى لما قرر ان هو يرتبط بياسمين اي ثينك كانت جلا هشام ياسمين. هو برضه هي مختلفه عنه تمام، بس لما حس في لحظه من اللحظات ان ياسمين عايزه تغيره تماما. هو دايما كان عايز يتغير، عايز يركب موتوسيكلات، كان عايز يعمل حاجات اكستريم عن شخصيته، يخرج بره الزونه اللي هو عايش فيها. بس لما حس ان ياسمين هتغيره تماما، وان هو هيخرج بره هشام اللي هو يعرفه رغما عنه، عشان خاطر هي عايزه واحد على شبهها وعلى مزاجها وهو حقها، يعني ما نقدرش نقول غير كده. ما قدرش، ما كملش، انسحب. وكل التسكين بتاع كل الممثلين في الادوار تقريبا يعني رائع. بالظبط. بيومي فؤاد كان جميل جدا. صفاء علاقته الطوخي. بصفاء الطوخي مراته كانت جميله. نهى عابدين ومامتها كان سلمى محمد علي اعتقد. الناحيه بتاعت تيتو اسماء جلال هدى، مش فاكر كان علي الطيب اللي عامل الدور. مش فاكر كان اسمه ايه، بس برضو العلاقه دي كانت جميله. الاب والام اللي هم عندهم مشاكل وبيحاولوا ان هم يعني يفهموا بنتهم ويفهموا نفسهم، وفي نفس الوقت برضو بيحترموا بعض. علاقه سويه، ما فيش حد بيبقى عايز يأذي التاني، هم بس مش عارفين يتعاملوا او يفهموا الدنيا. فعلاقات لطيفه، ما فيهاش اكستريم، ما فيش ناس يعني شريره بس، ولا طيبه بس، ولا اي حاجه. لا يعني كريم الشناوي كان هو بنى لنفسه الاطار اللي هو مكمل عليه دلوقتي من زيزي ايكونيك. زيزي حاجه كبيره قوي. حتى التفاصيل الفرعيه او مش تفاصيل الشخصيات الثانويه. تامر نبيل ده كان اول ظهور حقيقي لتامر نبيل، اخوه اللي هو دور محترم لتامر نبيل فعلا. بالظبط. كان اسمه ياسر عسل، اخو هشام عسل. اخ جميل، اخ يعني يتعصب عليك ويتخانق معاك ويعنفك، بس في الاخر هو خايف عليك. رياكشناته كانت جميله جدا. لما تتخانق معاه هتصالحه بكلمتين هيفك، هيقول لك يلا طب حضر لنا الغدا. لا يعني زيزي في حته التكامل كمسلسل وصل معايا الاكستريم، بغض النظر عن القضيه اللي بيناقشها او المرض النفسي او الاي دي اتش دي اللي بيناقشه. اللي هو عرفنا تفاصيل احنا ما نعرفهاش، بس انا بتكلم على الانسانيات اكتر. طيب بالنسبه لكل اللي انت قلته ده، يعني جوده العمل تقيمها بقد ايه؟ لا انا زيزي هديله 10 من 10. انا بحبه جدا ومنحاز لي. 100. نخش في اللي بعده. خلي بالك من زيزي. نجح نجاح ساحق لدرجة إن من بعده الناس بقت بتستنى كريم الشناوي هيعمل إيه كل رمضان. هو نجح علشان نتكلم عن مرض زي ال ADHD، ولا عشان تفاصيل تانية شدت الجمهور في نفس السياق؟ يعني حظنا كويس إن إحنا بنكمل كلام علشان في تفاصيل تانية شدت الجمهور، علشان خاطر الحالة زي ما قلنا. ده اللي ربط الجمهور بالمسلسل وخلاه فعلا ينجح جماهيريا. بالظبط. اصل انت لو قدمت المعلومه بتاعت ان في مرض زي ADHD او في حاجه احنا لازم ناخد بالنا منها، ولو ما اتقدمتش بطريقه انسانيه جميله تعلق مع الناس بطريقه ملائمه، جو عائلي، صراعات بشر حقيقيين، مش والربط كمان ما بين زيزي وتيتو كان تقريبا من اجمل الحاجات اللي حصلت في المسلسل. نقيض يعني. مش قصدي هي قارنها، يعني هي تيتو كانت قرين زيزي. هي بينت لها الطريق اللي خط ذكاء الحل. انا بشوف ان ذكاء هم يعني الصدفه او الطريقه اللي جمعت ما بينهم تمام، عشان خاطر تعرفك تفهم نفسك ازاي، تعرف المشكله فين. يعني في رايي كان ذكي جدا، بس تقدم في النهايه بقول لك بشكل انساني. هو ده اللي ربط الناس بالفكره وعرفهم المشكله، بس في نفس الوقت كلموا عن نفسهم بصدق يعني. مظبوط. طيب النجاح الجماهيري لمسلسل خلي بالك من زيزي
تقيمه ازاي؟ ديزي ناجح جدا، ما افتكرش ان هو يعني قابل انتقادات كبيره. لا لا، لا يعني خالص ولا اي حاجه. يمكن هو نجح اتكلم جماهيريا وفنيا كمان. في كل يعني بكل الوسائل، ما حصلش عليه اي لغط، غير يمكن يعني في ناس قالت ان يعني تفاصيل الاي دي اتش دي ما كانتش يعني ممكن تكون مختلفه او يعني اتكلموا على التفاصيل بتاعه المرض نفسه، بس برضه ستيل هم ذاكروا كويس وما اعتقدش ان كان فيها مشكله يعني. فهدي النجاح 10 يعني. تمام جدا، نخش في اللي بعده. اوكي. مم. هل موجة حارة نجح جماهيريا مم. بالشكل اللي يستحقه في رأيك؟ اختيار مسلسل جديد يظهر معانا، موجة حارة. طيب قبل ما نتكلم عن تفاصيل موجة حارة وعن اختياره ونتكلم شوية عن الجانب الفني منه، خلينا ننط شوية عن علاقة الجماهير بموجة حارة وعن نزول مسلسل بالتقل ده وبالثقل ده في رمضان، في أجواء سياسية مشحونة، في الوسط الشعبي كله بيتزق نحو ثورة خلاص هتقوم. رأيك ايه في علاقة الجمهور بموجة حارة؟ بص، انا شايف ان موجة حارة هو ناجح في وسط الفئة اللي اتفرجت عليه، اللي هم ايا كان هم قد ايه. تمام، ما اعتقدش انها فئة قليلة. تمام، بس ما اعتقدش ان في فرقة الاكبر قدرت المسلسل ده. يعني او قدر يوصل لها، لان هو يعني هو شيء امانه هو مسلسل تقيل، في تفاصيل كتيره وفي بعد نفسي كبير قوي وتقيل. ف ما اعتقدش ان هو خد الصيت الجماهيري المطلوب، بس هو اتقدر جدا على المستوى النقدي، واتقدر جدا من الفئه اللي اتفرجت عليه. يعني اللي هم مهتمين بالنوع ده من المسلسلات، خصوصا ان هو متاخد عن روايه لاسامه انور عكاشه وحولتها مريم نعوم مع فريق عمل كبير من الكتاب والمؤلفين لسيناريو وسكريبت. بالظبط، وكان فيها تفاصيل كتير قوي ليها علاقه بالانتاج، او ان السيناريو ده يطلع للنور. اتزنقوا ويعني حكايات كتير حكاها المؤلف وائل حمدي على التفاصيل دي، بس طلعوا في الاخر قطعه فنيه. يعني احنا يعني انا شخصيا مستغرب، وهم نفسهم مستغرب يعني في وسط كل هذا العبث وضيق الوقت والتفاصيل دي كلها، ان هم يقدروا يطلعوا حاجه بس اعتقد برضه ده يرجع لعقليه مريم نعوم ومحمد ياسين. هو كان شايف الموضوع هيروح فين. فانا ما اعتقدش انه ناجح النجاح الجماهيري اللي يستحقه. تمام، لكن على مستوى التقدير النقدي والابداع، فموجة حارة لا يعني مسلسل ناجح جدا، رائع جدا وناجح جدا. تديله كام من 10؟ اديله 7. تمام. 7 في يعني مقارنة ان هو ما لقاش السيزون الكفاية. تمام. طيب نخش في اللي بعده. خدت كل القريب ولا ايه؟ في الاول اللي جنبك مش مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ فرق قد ايه التتر ده في نجاح مسلسل الدالي؟ الدالي جدا قد الدنيا. يعني تخيل انت يعني لو بنتكلم عن الماركتنج بقى والتسويق والكلام ده كله، فهم عملوا اغنيه انت خليتك لحد اخر رمضان انت بتسال نفسك مين ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك، مين ده اللي موته في كلمتك وحياته في سكوتك. يعني اداء وائل جسار كان فظيع، كلمات كانت ابراهيم عبد الفتاح، الموسيقى التصويريه يعني حد اسمه زياد الطويل، بس موسيقى الدالي كانت من امتع الحاجات اللي الواحد ممكن يسمعها. كفايه دخلت التتر بالتفاصيل. انت عارف ان صوت وائل جسار دخل في التتر بعد 2.5 دقيقة مزيكا.
التتر كمان كان طويل جدا. يعني هو كان طويل يعني فضلوا 2.5 دقيقة مزيكا تمام. بعد كده بيدخل يعني انا شخصيا يعني انا ليا حكايات. انا لما شفت التتر ده نفسي صعقت. ما فهمتش اللي بيحصل. نور الشريف بيعمل ايه؟ نور الشريف شكله عامل كده ازاي؟ إيه الاجواء ديت؟ إيه الزمن ده؟ ما كل هؤلاء الوجوه الجديدة اللي موجودين. لا يعني تتر الدالي هو يعني هو كان عامل اساسي في نجاح في نجاح المسلسل. لا دي حقيقة. يعني عشان خاطر بس يعني يعني نقول أهمية التتر قد إيه. إحنا ما بقيناش نعمل تترات كده دلوقتي. في حاجات لطيفة، في حاجات لكن ما فيش حاجه بالقيمه دي. بالضبط. يعني ما فيش حاجة بتخش ودانك كده تعلّم معاك وتفضل تسحلك وراها إلا قلائل يعني. مظبوط. طيب ندي التتر بس في الدالي كام من 10؟ تتر الدالي ياخد 10 من 10. بعد كل ده لو ما اديتلوش 10 من 10 تبقى ظالم.